في واحد شغال في مزرعة، غاب يوم، صاحب المزرعة افتكره عايز زيادة في المرتب، زود له الضعف. تاني يوم غاب برضه، صاحب المزرعة غضب وخصم منه الزيادة اللي كانت اداها له. صاحبنا ده أخد المرتب وسكت. صاحب المزرعة استغرب، قال له أمرك غريب، أنا زودتك يوم ما اتكلمتش وما شكرتش، ولما نقصتك تاني يوم ولا زعلت ولا اتكلمت برضه. قال له لما زودتني مراتي كانت حامل، فقلت ده رزق المولود الجديد، ولما خصمتهم كان المولود مات، فقلت ده رزق واتقطع. سيدنا علي دخل المسجد، لقى واحد واقف بره وماسك فرسه لحد ما يصلي. سيدنا علي فكر في نفسه كده وقال لما اخرج هديله 4 دراهم. الراجل طلع في سرج الفرس وسرقه وهرب. لما طلع ما لقاش السرج، نزل السوق يشتري سرج جديد، فسأل عن ثمنه لقاه 4 دراهم. قال سبحان الله، لو لم يستعجل الحرام لأخذه بالحلال. لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزقه. رزقك هيجيلك ولحد عندك، سواء مال أو شغل أو جواز. ما تستعجلش تاخد رشوة أو تحارب الناس في رزقها، صدقني وقتها هيتصرف على مرض أو هتقل بركته، أو هتلاقي دخلك الكبير ده طلباتك أكتر منه بأضعاف. ما تستعجليش العريس فتدخلي في علاقات محرمة وتلبسي لبس ملفت وتتكلمي بطريقة ملفتة. اللي هيرضى بيكي وقتها وانتي كده هيبقى مش تمام وهيشربك المر. ما تستعجليش على الخلفة، يمكن يجي طفل عاق. جدتي الله يرحمها قالت لي اسعي خبطي على 99 باب وممكن ما يتفتحوش، وباب رقم 100 تلاقي فيه كل رزقك وتستغربي ده جالي منين وازاي، وساعتها تتأكدي انه رزقك ومتحوشلك. وفي السماء رزقكم وما توعدون.